السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى معايا في وصفة جديدة. اليوم غنشارك معكم سيجار بالكفتة ديال الدجاج اللي كيجيو لذاذ وفي نفس الوقت ساهلين في التحضير والتقرميشة. يا سلام. بالنسبه لهذا السيجار فما كنحتاجوش بزاف ديال المقادير. كنحتاجو اما الورقه ديال البسطيله الا كانت متوفره او لا الورقه ديال الفيلو. بالنسبه لي فانا حضرتهم بالورقه ديال الفيلو. كنفضل الورقه ديال الفيلو على الورقه ديال البسطيله. كنحتاج 2 خيزوات محكوكين في الحكاكه الرقيقه. كنحتاج واحد 500 غرام ديال صدر ديال الدجاج اللي طحنته، وكنحتاج واحد 200 غرام ديال الفطر يكون طري، والا ما كانش تقدروا تستعملوا المعلب. كنحتاج واحد بصله كبيره مشلضه اولا 2 بصلات متوسطين. بالنسبه للعطريه فانا كنحتاج البزار وسكينجبير والخرقوم البلدي. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس مع الثومه واحد شويه ديال الملحه. انا هنا استعملت الورقه ديال الفيلو عفوا. كناخذ واحد المقله كندير فيها 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، وكنضيف ليها الفطر مع شويه د الملحه وشويه د البزار، وكنبقى نحرك فيه لمده 4 ديال الدقائق حتى ل5 دقائق حتى كتقلال لينا الكميه. من بعد كنخليه على جنب، وكناخذ واحد معلقه كبيره ديال الزبده مع واحد 2 معالق كبار ديال الزيت النباتيه، وكنضيف ليهم البصله مشلضه وكنخليها تقلى حتى هي. ومن طبيعه الحال كنضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. ديما ما نكتروش في الملحه، غير شويه حسب الذوق. كنخلي البصله ديالنا تحرق، من بعد كنضيف ليها الكفته وكنضيف العطريه البزار، كنضيف الخرقوم البلدي، وكنضيف سكينجبير، وكنضيف شويه معلقه كبيره ديال المعدنوس والثومه. ومن طبيعه الحال كنضيف الملحه حسب الذوق. كنحرك في هاد العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها، نخليه يتقلى لمده واحد 10 دقائق. كنستمر في التحريك مع الضغط على الكفته ديال الدجاج باش تندمج ليا مع الخليط وما تجينيش مكوره. كنستمر بهذه الطريقه حتى كطيب لينا الكفته ديال الدجاج. ومن بعد كناخذ 2 خيزوات اللي حكيتهم في الحكاكه رقيقه وكنضيفهم للخليط، وكنحرك مزيان العناصر كلها حتى كتندمج مع بعضياتها، وكنخليهم يتشحروا لمدة 10 دقائق كذلك. كيف ما كتلاحظوا فالحشوه ديالنا ها هي واجده. كنضيف ليها واحد 2 معالق كبار ديال صلصه الصوجا، وكنضيف ليها الفطر اللي شحرته في الاول. كنخلط هاد العناصر مزيان حتى كتندمج مع بعضياتها، وكنخليها واحد 3 دقائق. من بعد كنضيف ليها واحد 2 معالق كبار ديال الفرماج محكوك. انا عندي هنا فرماج ديال الموتزاريلا، تقدروا تستعملوا اي فرماج عندكم متوفر في الدار. حتى الا كان الفرماج المثلث او المربع حتى هو تقدروا تستعملوه. المهم تقدروا تستعملوا اي فرماج تفضلوه او لا متوفر عندكم في الدار. كنحرك هذا الخليط مزيان حتى كيندمج، وكنطفي عليه البوطه وكنخليه يبرد باش ندوزو نعمرو السيجار ديالنا. هنا كيف ما كتلاحظوا فانا خديت الباكيه ديال الورقه د الفيلو اللي عندي، فانا قسمتها على 2، وكناخذ كل نصف ديال الورقه كندهنو بالزيت النباتيه، وكندير فيه واحد شويه ديال الحشوه، وكنلوي السيجار بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتلاحظوا غنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي.
من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي فكناخذ واحد شويه ديال الدقيق كنخلطو مع الماء وكنبدا نسد به السيجار. كنكون سخنت الفران على 180 درجه العافيه من الفوق ومن التحت. كناخذ واحد الطاوه ديال الفران كنفرش ليها الورق ديال الفرن وكنستف فيها السيجار. من بعد كناخذ واحد شويه ديال الزيت النباتيه كنضيف ليها واحد شويه ديال الفلفل الاحمر وكندهن بهم السيجار باش يجيني اللون ديالهم يعني مذهب اكثر. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي وكنكون من قبل سخنت الفران على 180 درجه العافيه من الفوق ومن التحت وكندخلهم يطيبوا لمده 30 حتى ل 35 دقيقه. بالنسبه للفرن فكيبقى كل واحد وكيفاش كيتعامل مع الفرن ديالو. فهذه هي النتيجه ديال السيجار اللي حضرت معكم بعد ما خرجتهم من الفران. فهما كيجيو على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا مذهبين وكذلك مقرمشين وفي نفس الوقت كيجيو لذاذ. نتمنى تجربوا وصفه اليوم ونتمنى نتلاقاو في وصفه اخرى من وصفات سوسو. سلامه.